ناس كتير بتتصل بيا وبتبعت لي ايميلات ورسائل على كل المنصات اللي بشتغل عليها: الحقني، الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعي اتهكر، الاكونت اتسرق. الهاكر بيدخل يغير الميل والموبايل وتبقى في الشلاحات. هقول لك على التقيله بقى: دعم الفيسبوك، البقاء لله. محدش مهتم بسيادتك، والردود كلها آلية وغالبا مستفزة، وبترد على أسئلة تانية أصلا مش على سؤالك. طب إيه الحاجة المهمة قوي اللي أنت والهاكر مش بياخد باله منها، وهي أقوى من الإيميل والموبايل والباسورد؟ الأكواد الاحتياطية أو ريكفري كودز. كل اللي هتعمله إنك تطلب من الفيسبوك إنك تغير الباسورد بتاعت الأكونت، ويبعت لك الكود على الميل أو الموبايل، بس طبعا أكيد مش معاك، فهتروح مدخله الريكفري كودز. وصدق أو لا تصدق، هترجع حسابك وتضحك على الهاكر. بس استنى، ايه بقى ريكفري كودز واجيبه منين؟ لما تيجي تعمل اكونت جديد، الفيسبوك بيديك 10 اكواد، كل كود فيهم 8 ارقام، والفيسبوك بيستخدمهم علشان ياكد هويتك لو نسيت الباسورد او فتحت الحساب من جهاز جديد. طب انا ما اعرفهمش او مش فاكرهم. الموضوع بسيط يا صديقي. افتح الاعدادات او سيتنجز، ادخل على سكيورتي اند لوجن، ادخل على تو فاكتور اوثنتيكيشن او المصادقه الثنائيه، انزل على تفعيل الاكواد الاحتياطيه ريكفري كودز، هتدخل الباسورد عشان يفعلها او يظهر لك الاكواد. ما تعملش الخطوه دي الا لو انت فاكر الباسورد او رابط اكونتك بموبايل او ايميل عندك وصول ليه علشان تعمل ريست الباسورد لو نسيته. خد الاكواد واطبعهم وحطهم في محفظتك او في مكان امين. ونفسي تقدر اللي بعمله وتعمل شير على اوسع نطاق. شكرا لذوقك.